عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد معنا هنا في القناه ديال كيري اند سمير. المهم اليوم الاخوان جبت لكم فيديو سبيسيال ماشي بحال الفيديوهات الاخرين. اليوم غادي نجاوب على كاع الاسئله ديالكم اللي خليتوا ليا في القناه من نهار بدينا هذه القناه في 2024. خليوكم معنا الاخوان، ما تفلتوش هذا الفيديو، هذا راه فيه الاجوبه على بزاف ديال الاسئله. السؤال الاول الاخوان كما كتشوفوا في السكرين هو ممكن تكلم لينا على القرعه. كما كتعرفوا الاخوان هذا العام القرعه تانيولات، ماشي تلغات في مره باش ما يكذبوش عليكم الناس، يعني في الاخبار او في الفيسبوك او في النيوز داكشي راه ما منوش غير الهضره الخاويه. توقفات المده اللي هي يعني ما محدوداش، يعني ما قالوش لينا واش غادي نوقفوها عام عامين 3 سنين. مع الاسف مع الاداره الجديده اللي كاينه هنا دابا في ميريكان، ولكن ان شاء الله بحول الله راه غادي يرجعوها، حيت اصلا ميريكان محتاجه المهاجرين. راه عرفتوا الاخوان واحد الخصاص اللي عندهم هنايا خصوصا في بعض الولايات، راه ما يمكنش يعني خصاص في الاطباء، خصاص في المهندسين، خصاص يعني في واحد المهن اللي مراكنا ما كيديروهمش، ما كيبغيوش يديروهم. دونك ما يمكنش غير اجي ولغي واحد الحاجه اللي سنوات وهي خدامه الميريكان. فغير شويه ديال الصبر الاخوان، راه ان شاء الله بحول الله غادي ترجع. ما تديوش على الاداره الجديده بزاف، حيت اصلا كاينين القوانين اللي خصهم يدوزوا من الكونغرس كما قلت لكم في الفيديو اللي فات. فغير شويه ديال الصبر ان شاء الله راه غادي يرجعوها، غادي تخلص دولار وخص يكون عندك الباسبور وخاص يكون عندك الباك بالنسبه للمقابله. نتايا شنو غادي دير في هذه الفتره هذه؟ ما كاينه لا قرعه لا والو، خدم على اللغه الانجليزيه ديالك، سيروا الفيديوهات ديال تعلم لونجلي، تولي عندك لونجلي نقيه، فهمتيني؟ دير تطوع، تلاقى بالاجانب، طلق لسانك، ما تبقاش غير مركز على القرعه القرعه القرعه. بالعكس، شوف الفيديوهات ديال التطوع في اوروبا، سير خذ تجارب جداد، تلاقى بناس جداد، تا يرجعوها ان شاء الله. ديك الساعه دفع ويجيب الله التيسير، صافي هذا ما كان. السؤال الثاني الاخوان، ممكن تكلم لينا على البيرمي؟ راه درت فيديو خاص على البيرمي، ولكن غادي نلخص لكم الهضره على البيرمي في هذا الفيديو هذا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت باش يتفرجوا في الفيديو كامل. البيرمي في ميريكان اسهل حاجه الاخوان، كتجي لهنايا كتجيب ليهم جوج ديال الوثائق كيثبتوا انك ساكن هنايا، كتجيب ليهم الباسبور ديالك والفيزا. لا كانت عندك الجرين كارد في الوقيته اللي غتدفع عليها البيرمي فبخير، ما غاديش تحتاج يعني الباسبور والفيزا ديالك. ومن بعد كدوز الامتحان الكتابي في البيسي، كتجاوب على واحد مجموعه من الاسئله ساهلين ماهلين، سهل بزاف من البيرمي اللي كدوز في المغرب، وسهل بزاف من دوك الاسئله اللي كيعطيونا، وشي 20 30 سؤال بحال هكاك. وداك الشيء فهمتيني غير لا لوجيك، يعني ما كاينش شي حاجه اللي هي صعيبه بزاف. يعني انا الصراحه مشيت دوزت بلا ما نوجد وبخير، ما كانش المشكل وحق الله ما نكذب عليكم. يعني البيرمي انا شديته فما كاملاش ساعه هاد المكانه الاخوان. من بعد كيخرجك واحد خونا بالطوموبيل اللي جبتيها، كتسوق انت وياه واحد شويه، ما كاملاش شي 10 دقائق، كيشوفك واش كدير السينيال، واش كتوقف في الضوء الاحمر، واش كتوقف في ستاب ساين، صافي هذا ما كان. من بعد كتمشي كيعطيوك واحد الورقه بروفيزوار يعني مؤقته، من بعد سيمانه كيوصلك البيرمي ديالك حتى للدار. السؤال الثالث الاخوان، سؤال اللي هو مزيان غادي ينفع بزاف ديال الناس. الجرين كارد من كتاخذها في الاول كيعطيو لك الجرين كارد ديال عامين، كيقولوا ليها الكونديشنال جرين كارد. من بعد من كدوز ديك العامين عاد كيعطيوك ديال 10 سنين. بطبيعه الحال خصك تدفع وخصك تخلص واحد المصاريف باش كتاخذها. المهم هذيك هضره اخرى. المهم باش نجاوبك على السؤال لاله ايزابيل كيساليو معايا انا السميات هنا في اليوتيوب ايزابيل كتكتب بالعربيه، ما عليناش لاله ماشي مشكل، سؤال مزيان. كتبدا من النهار اللي كيبغيو هما انها تبدا، يعني ماشي من النهار اللي دفعتي داك الجرين كارد تا كتوصلك في الميل وكيكون فيها فهمتيني لا دات، يعني هكا كتهنى انت واحد شويه واحد العامين وتا هما كيتهناو منك واحد شويه، يعني كيطولوها مزيان. ومن بعد من كتدفع راه ما كتوصلكش ديال 10 سنين ديك الساعه، كيصيفطوا لك واحد الورقه بروفيزوار باش كتبقى انت قانوني هنايا في ميريكان. ومن بعد الله يسهل عليك ديك الساعه من كتدفع كيعطيوك ديال 10 سنين. واصلا ما عندكش شي حاجه اللي غادي دير بديك ديال 10 سنين، حيت غالبا انت جاي خطوبه وساكن هنايا لمده ديال مثلا 3 سنين، صافي كتقدر تدفع الجنسيه. دونك صافي من بعد 3 سنين غتاخذ الباسبور ديالك وغادي تسنى.
ما غاديش تبقى كاع تحمق راسك مع مكتب الهجره. جيتي فيزا، شمن فيزا جيتي بها؟ حيت الا كنتي جيتي مثلا فيزا توريست وبغيتي تبدل الوضعيه ديالك الفيزا ديال الزواج ولا جرين كارد، فمع هاد الاداره شويه القضيه صعيبه، ما ننصحكمش بها. يعني تقول غادي نجي توريست وغادي نبدل الوضعيه، ما ننصحكش هاد الوقيته هادي، هاد 4 سنين هادي اللي جايه ولا 3 سنين، ما ننصحكمش ديروا هاد البلان هذا مع هاد الاداره هادي. الا كنتي جيتي فيزا كي 1 هذه قانونيه، تبدل الوضعيه ديالك باش كتاخذ الجرين كارد، هذه قانونيه كاينه اصلا. كي 1 فيزا اولا كيقولوا لها فيانسي فيزا، يعني فيزا ديال الخطوبه، ماشي مشكل، ما كاين لا قوانين تبدلوا فيها لا والو. ولكن الا جيتي توريست وبغيتي تبدل الزواج ما ننصحكش، ما غاديش غالبا ما غاديش يقبلوها لك مع هادشي هذا اللي طاري دابا، وماشي قانونيه هاد القضيه هذه. دونك ما ننصحكش بها اخي، اسمح لي. وبالنسبه للمحامي، الا كنتي كما قلت لك جيتي كي 1 فيزا قانوني وباغي تبدل الجرين كارد، ديرها بوحدك يعني بلا ما تخسر الفلوس. كنتي جاي توريست وباغي تبدل الوضعيه ديالك، شوف محامي، شوف نتايا اللي يسلكك. انا في بلاصتك ما غاديش نخسر فلوس مع محامي، واصلا ما غاديش نحط راسي في هذه الوضعيه هذه صراحه. سي رشيد، سؤال زوين هذا، كيفاش ندفع الخدامي ديال المطار؟ المهم كتختار الشركه اللي بغيتي. مثلا هنا في ميريكان كاينه ساوث ويست ايرلاينز، كاينه امريكان ايرلاينز، كاينه دلتا ايرلاينز. اختار انت الشركه اللي باغي تخدم معها، او لا شوفهم كاملين كيكونوا حاطين مثلا لي بوست ديال الخدامي، كتدفع عبو رشيد في السيت اوفيسيال ديالهم، كيسهلوا عليك كل شيء. ملي كتدخل السيت وكتمشي للسيكشن ديال الكارير فين باغي تخدم، وكتختار البوست اللي باغي تخدم فيه. مثلا غتخدم انت في الطياره، يعني باغي تخدم مثلا كتلوح داك الباكاج وتحيد الباكاج ودير الباكاج في الطياره للناس، او لا بغيتي تخدم انت كاع في المطار، يعني لداخل كتعامل مع الناس لي تيكي، تاخذ من عندهم فهمتيني الباكاج ديالهم، تشوف شحال كيوزن، تخلص من عندهم لا خاصهم شي حاجه. داكشي يعني كيكون باين وواضح في الويب سايت ديال الايرلاين. المهم كما قلت لك داكشي ساهل، كتبع غير الخطوات، كتجاوب على واحد الاسئله، كتخلي ليهم السي في ديالك. من بعد لا بنتي ليهم فهمتيني عندك الاكسبيريونس وموتيفي وكذا، كيعيطوا لك وكدير اونتروتيا. والحاجه اللي زوينه بزاف الاخوان في المطار، كما قلت لكم كيعطيوكم طياره فابور في ميريكان كامله. ولا كنتو باغيين تمشيو للمغرب كتخلص غير واحد الثمن اللي هو قليل، يعني غير لي طاكس، ما كتخلصش الثمن ديال التيكي كامل. يعني بلان زويون. انا كنجرب الصراحه الخدمه في المطار، شويه ديال ستريس فيها، والخلاص ماشي تالهيه يعني ماشي بزاف. دونك خرجت انايا من تما ما سلكاتنيش. ولكن بالنسبه للناس اللي جايين وعندهم لونجلي، فننصحكم بديك الخدمه تبداو بها على الاقل في الاول، ومن بعد راه كدوز الفورماسيون. الاخوان راه كنت مشيت لتكساس، يعني دوزت فيها 2 سيمانات، كلشي على حسابهم، يعني لوطيل، الماكله، ترونسبور، ما كضرب الحساب حتى شي حاجه، بحال كدوز عطله، يعني 2 سيمانات فابور، واكل شارب ناعس. ننصحكم بهذه الخدمه هذه الاخوان، تاخذوا ليكسبيريونس، وديك الساعه شوفوا نتوما شنو بغيتوا ديروا ان شاء الله. انا والمدام ما تلاقينا في الشاط، يعني ما تلاقيناش في الواقع، تلاقينا في واحد لابليكاسيون كما قلت لكم سميتها بارل. راه غتلقاو واحد الفيديو سميتو كيفاش تعرفت على زوجتي الامريكيه، تفرجوا فيه، راه كنهضروا فيه على كل شيء بالتفصيل الممل. ما نطولش عليكم انا في هذا الفيديو. المهم الابليكاسيون سميتها بارل، راه فابور، كتلاقى بالناس يعني من مختلف بلدان العالم، تعرف عليهم، دير اصدقاء، صدقات شي حاجه راه صدقات. فين كتجي القرعه لا ما كيعطيوكش اخويا السكن، ما كيعطيوك حتى شي حاجه، كيعطيوك غير ديك الجرين كارد ديالك ودبر راسك ديك الساعه. المهم من جي اخويا او لا اختي، جيب الفلوس ديالك، جيب على الاقل واحد 5-6 المليون باش تكون اخويا مرتاح، تلقى باش تكري. شوف لك تعرف شي واحد ريح معاه، خلصوا مثلا واحد الثمن اللي هو رمزي، يعني باش يكون عندك روميت، واحد الشخص اللي ساكن معاه، كتعاونوا نتوما بجوج على المصاريف. شوف شي واحد من العائله، ما كان عندك اخويا حتى شي واحد، شوف شي اوتيل وقلب على الكرا ديالك، شوف شي خدمه. يعني المهم جيب فلوس اخويا ديالك ولا اختي باش تكون مرتاح، وما تدخل اخويا لا في مشاكل لا والو، وما تزيرش ولا تبات برا. المهم ما تحطش راسك في شي وضعيه اللي هي خايبه. دونك جي واجد، راه امريكان هذه ماشي اوروبا. هذا السؤال كنت سولتيني ايامات كوفيد، غادي نقول لك فيزا ديال الزواج هاد الساعه هذه فيزا خطوبه، حيت فيزا الخطوبه دغيا 3 شهور 4 شهور كتابروفا دابا.
ما كتعطلش بزاف، عندك عام هنايا تكون في ميريكان. فيزا الزواج حتى هي واحد العام، عام ونص، عامين كاع على كثرات. ولكن لافونتاج اللي كيكون عندك اخويا ولا اختي في الفيزا ديال الزواج هو كتجي ديريكتومون بالجرين كارد ديالك. بالنسبه لفيزا الخطوبه خصك عاد تجي لهنايا وعاد تزوج في 90 يوم وعاد تدفع الجرين كارد ديالك. يعني عندك واحد 6 شهور غتعول على راسك بلا خدمه، بلا ريال، بلا جوج. يعني غادي تعول على داك الشخص اللي انت جيتي عنده باش يتهلا فيك ويصرف عليك. المهم القضيه كتكون شويه فهمتيني صعيبه، خصوصا بالنسبه للناس اللي مستقلين براسهم ما كيبغيوش يعولوا على شي واحد. الحمد لله انا والمدام مفاهمين، يعني مسكينه طلات فيا، شرات ليا كاع داكشي اللي خاصني. الوالدين ديالها تا هما ظريفين الله يعمرها دار، خلصوا ليا كلشي، ما خلاونيش زعما محتاج حتى شي حاجه في 6 شهور الاولى اللي جيت لهنايا. الحمد لله والشكر لله. حتى نتوما ان شاء الله الله يسهل عليكم، طيحوا في شي عائله زويونه وطيحوا فهمتيني مع شي واحد ولا وحده مزيانه باش يتهلاو فيكم 6 شهور الاولى. ومن بعد ديك الساعه من كتلونسا راه كتلونس، يعني صافي راه كدير الفلوس ديالك وما كتبقاش معول على حتى شي واحد. بالنسبه للمقابله كتكون باللغه اللي بغيتيها انت، يعني باللغه الانجليزيه، الفرنسيه، العربيه، وكاينه حتى الامازيغيه نعم سيدي ولا الدارجه. المهم ما غاديش تلقى المشكل معاهم، كيكون فهمتيني القنصل كيفهم شي كلمات، ولكن كيكون حداه واحد المترجم على حسب اللغه اللي اختاريتي نتايا. صافي انت كتهضر وهو كيترجم للقنصل، وعاوتاني القنصل ملي كيبغي يسولك كيسول المترجم والمترجم كيترجم لك نتايا. يعني ما تحمقش راسك وما تفكرش في هذا الشيء هذا، راه كلشي كيسهلوا عليك. هذا ما كان الاخوان، هادو هما الاسئله اللي بانوا ليا غادي يفيدوكم، وكانوا شي اسئله فهمتيني معاودين دونك ما درتهمش. لا نسيت شي حاجه ولا نسيت شي كومونتير ما بانش ليا ولا عندكم شي اسئله خليهم ليا في لي كومونتير، غادي نجاوبكم ان شاء الله، اولا ندير فيديو اخر ونجاوبكم على كل شيء. تهلاو ليا في راسكم الاخوان، نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. تحياتي.